السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. وحشتوني من ساعه العيد. ما نزلتش معاكم باي فيديو جديد. النهارده بقى جايين فيديو تقيل شويه، هنعمل حته جبنه قديمه. انا عندي مش كنت بخلله من السنه للسنه، او بكسر مش اسمه بنكسر المش جبنه القريش، يعني من السنه للسنه. انا بصراحه خلصت عندي، فانا حطيت من حوالي كده اسبوعين كام كيلو، واحتجت بصراحه لتكمله المش اللي عندي تاني. جبت دلوقتي 4 كيلو اهو، ما شاء الله. ده كيلو 2 3 4. طيب انا دلوقتي عايزه اجهز الجبنه القريش عشان احطها في المش. هنعمل ايه؟ انا المش عندي جاهز، حاطه فيه اوريدي اصلا حوالي 2 3 كيلو برضو. هجهز الجديده ده، اسمي بالله. هكون مجهزه مصفى وتحت منها طبق، لاني الجبنه لما احط لها الملح واقعدها باليومين هتنزل كل الشرش بتاعها، كل اللبن بتاعها او الميه بتاعتها. انا هرصها بسم الله قدامكم هنا. الجبنه بتتعمل رقات وتترشرش ملح من اولها لاخرها. لازم كل قطعه في الجبنه وكل حته تطول الملح. انا جايبه بصراحه بالزياده عشان اشيله، يعني استعمله في البيت. فانا هختار القطع الكبيره هحطها، لاني انا تكملت انا حطاه زي في جردل كده ما شاء الله كبير. يعني تكملت الجردل هياخد حوالي 3 كيلو ونص بس. بصوا انا حطيت قدامكم اهو. هرشرش ملح بكميه. ليه؟ الملح ده اللي هينشف لي الجبنه وهينزل الشرش بتاعها او الميه بتاعتها، عشان تبقى قطعه الجبنه ناشفه جامده، عشان لما تحطيها في المش ولا تتفرتك ولا تدوب ولا تتكسر وتبص تلاقي ان هي مش موجوده اصلا في المش. لا، الملح هيحافظ لك عليها، ما تقلقيش. انا هعمل رقات اهو، هرش بكميه، ما تقلقيش هي هتنشف، لكن لما تيجي تنزل في المش ملحها كله هينزل وهتبقى طعمها حلو، طعم المش ان شاء الله. هكمل رقات تاني اهي. انا كنت عامله حوالي 3 كيلو برضو كده في الاول، ولما لقيت ان الجردل عندي بتاع المش محتاج تاني بصراحه انا جبت الجبنه. مش اي جبنه بتتحط للمش، الجبنه بتختاريها جبنه ماسكه نفسها سنه صغيره من هنا. طبعا انا عشان بتعامل مع الست، فهي ما شاء الله بتبقى قايله لي الجبنه دي تنفع او ما تنفعش. وعلى فكرة الجبنة بتتخزن من شهر 1 وشهر 2، انا كده متأخرة فيها. هو ده موسم البرسيم، موسم السمنة البلدي، الزبدة الصفراء، موسم الجبنة، انك تحشي او انك تكسري الجبنة القريش عشان تبقى جبنة قديمة في 1 و2 في موسم البرسيم. بس انا فعلا متأخرة فيها عشان شوية ظروف كده. بس هحط التانية، هكمل عليها اهي. بصوا ما شاء الله قدامكم. هفضل اعمل رقات وارش الملح عليها، هتتساب من 2 ل3. انا هرشها كده، هظبطها وهغطيها بغطا كبير، يعني زي صينيه، زي طاسه، زي حاجه كبيره تقدر تبقى غويطه على الجبنه. تمام اهو. الجبنه لازم تجيبيها من حد موثوق منه، يعني لان بصراحه مش اي حد تاخدي منه حته الجبنه. هرش ملح. انا خدت كده معايا كيس، بس انا محتاجه تاني. لازم اغرقها كلها، لازم. كل حته فيها اقدر ان انا احطها هحط فيها. انا كده جهزت الجبنه، هغطيها وهسيبها بره
فوق التلاجة. تمام. النهاردة ان شاء الله التلات، احنا على الساعة 6، هسيبها الاربع واجي على الخميس الساعة 6 هطلعها معاكم وابدأ اسقطها في الجبنة القديمة. وهقول لكم سر حلو قوي للجبنة اللي بتدود، وهتدعولي والله، لان فعلا انا لما عملتها اقسم بالله بقالي سنين ما في دود، ما في سوس، ما في اي حاجة وحشة خالص في الجبنة القديمة عندي في المش. يلا نغطيها ونرجع تاني بعد 3 ايام او يومين. رجعنا بعد 3 ايام اهي. ادي الجبنه اللي انا كنت حاطه لها الملح 3 كيلو على 4 كيلو، خدت الملح اللي هي عايزاه، سابت لي البواقي زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. طب نشوف الجبنه، بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا انا عايزه دي ليه؟ كل ما تبقى جامده كده كل ما تبقى ماسكه نفسها في المش، تقعد معاكي من السنه للسنه للسنتين زي ما انت عايزه. انا هنزل منها الملح كده وهحطها معاكم في المش. طب الشرش اللي نزل منها ده اهو، بصوا عامل ازاي، ده شرش الجبنه. عندك جبنه قريش عايزه تحطيه في التلاجة وتحطيها في علبة وتحطيها في غطا، تحفظ معاكي فترة طويلة جدا. اي جبنة قريش جبتيها او جبنة عملتيها الشرش ده. طب لو انا احتاجته في الجبنة القديمة في المش كان تقيل زي ما هو كده، هتغليه لحد ما تعقميه كويس قوي غليان، وتسيبيه لحد ما يبرد خالص وتنزليه في المش، تزودي عليه المش. تمام، ده الشرش بتاعه. طيب بالنسبه للجبنه نسمي بالله كده ونشوف المش بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. الله اكبر. ادي المش بتاعنا انا حطاه في الجردل. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا انا هقلبه كويس قوي اهو. بصوا حبايبي، انا الجبنه اللي انا كنت حطاها بسم الله ما شاء الله بصوا عامله ازاي، ما كملتش اسبوعين. بصوا حبايبي اهي ما كملتش اسبوعين، انا قلبتها اهي. بصوا طبعا المش زي ما شايفين احتاج اهو ما شاء الله. انا عندي المش يعني مش تقيل ومش خفيف، انا عندي مظبوط مش هحتاج الشرش. بصوا الجبنه ما شاء الله اللي انا حطاها برضو من نفس الست، بصوا ما شاء الله عملت ازاي. لسه حطاها ما كملتش حوالي اسبوع، هكمل عليها ماشي. نسمي بالله كده، هنزل كل الملح اللي في الجبنه بسم الله الرحمن الرحيم اهو كله، وهحط الكميه كلها. ونقول بقى السر الخطير اللي اتفقت عليه معاكم في اول الحلقه، ان لو في دود او سوس او اي حاجه في الجبنه حلها ايه. انا حطيت الجبنه كلها اهي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهي كل الجبنه انا حطيتها قدامكم. انا كان عندي فيها فلفل رومي، كان عندي فيها خيار اللي هو الارنج ده برضو كنت بحط فيه. بصوا قدامكم هي سايله خالص اهي اهي. دي ما تتفتحش المفروض غير من السنه للسنه. انا هغطيها وهشيلها تتحط في مكان كده في المطبخ مثلا على جنب، في اي حته ما يبقاش فيها لعب، ما يبقاش في حد كل شويه يفتح الغطا ويقفله. عندك بلكونه شيليه فيها. لو انت حاطه في زرعه اللي يريحك، حاطه في برطمانات بلاستيك اللي يريحك. بس انا بصراحه حبيت احطه في الجردل عشان غطاه بيبقى محكم قوي، بيبقى كبس عليه كده وبيبقى حلو. حاجه بقى تانية اقول لكم عليها زي ما اتفقنا. خلاص احنا خلصنا الجبنه، نتوكل على الله نغطيها ونشيلها. بالنسبه للشرش انا حطيته في العلبه اللي بجيب فيها جبنه قريش وبحطها فيه. ادي الشرش بتاعه. هجيب الجبنه القريش هحطها فيها واحطها في التلاجة تقعد معايا شهر كامل. بالنسبه بقى لدي انا ما شاء الله على عيالي، اول ما بحط الجبنه بصوا دي ما كملتش اسبوع، بصوا عامله ازاي. بصوا الجبنه طريه وجميله وهتطلع ناعمه باذن واحد احد. بصوا دي ما كملتش اسبوع والله.
بس لازم اشيل خرطتين كده لاولادي، عشان قبل ما اقفل الجردل ولا اقفل على الجبنه اكون مطلعه لهم شويه في طبق او في علبه كده يشدوا منها لو حابين ياكلوا فيها او نفسهم راحت لهم يعني، عشان ما فيش عيل ما شاء الله يجي يفتح لك. طب نقول بقى السر بتاع الدوده او السوسه. بصوا حبايبي، انا بجيب كوبايه الا ربع زيت، بحطها في طاسه واولع عليها البوتاجاز. اما الزيت ده يسخن قوي بجيب 3 معالق كبار او 4 شطه حمراء، بحطهم على الزيت واغطي على طول واطفي النار. ليه؟ انا عايزه الشطه تنزل على الزيت تاخد الطشه بتاعتها، اغطي عشان الريحه ما تحرقش مناخيري، ما تبهدليش المطبخ، واطفي على طول. وبعد كده لما تهدى اجيب الطاسه، وزي ما بيقولوا كده بتش التومه، بتنزلي بالطاسه على جردل الجبنه زي ده كده، مثلا الجردل او البرطمان او اي حاجه واسعه، تدلقي الزيت وتسمي بالله داير ما يدور على الوش بتاع الجبنه القديمه او المش، وتضغطي وتقفلي عليها وما يتفتحش خالص. الشطه بالزيت بحرقيتها بتنزل تطري لك الجبنه، بتخليها ناعمه وطريه كده ومرمله، واي دوده او سوسه موجوده فيها بتموت بتختفي. والله والله الست بتاعت الجبنه الكبيره دي فلاحه، والست كبيره في السن وزي العسل. لما رحت لها في سنه من السنين، طبعا الكلام ده من كام سنه، قلت لها يا حاجه انا الجبنه عندي فيها دود، لاني انا جالي جبنه من البلد وحطيت فيه المش بتاعي فعملت دود. قالت لي هتعملي كذا كذا، والله والله عملتها وحطيتها على وش الجبنه وغطيت الغطا بتاعها، واقسم بربي بقالي سنين ما فيها ولا دوده ولا سوسه خالص. واللي بيدوق جبنتي بيتشكر فيها. وانا على فكره على مدار ما بقالي سنين بعمل جبنه، انا ما بشتريش جبنه قديمه خالص خالص. وده سر تدعوا لي وتدعوا لها، لان هي الاساس. ويا رب تكونوا استفدتوا، وكانت حاجه جميله وسهله عليكم، وتجربوها وتعملوها على طول. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس، تدعوا لي دعوه من قلبكم لعل الله يستجيب لي وليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.